السلام عليكم، شراكم ان شاء الله تكونوا بخير يا رب العالمين وفي احسن الاحوال. وصفتنا تاع اليوم اللي هي لي بيسكوي غولي كيما تاع زمان ديروها في عينيكم. هاد الوصفه عندي مده وانا ندير فيها هايله، حبيت نتقاسمها معاكم اليوم وتدعوا لي دعاوي الخير. نروحوا لاجينواز تاعنا، هنا عندنا 3 حبات بيض و120 غرام سكر كريستاليزي. حبيتوا ديروا بالكاس ديروا كاس غير ربع سكر. نديرو كل حاجة في البيتخان. هنا 3 حبات بيض مع 120 غرام تاع سكر كريستاليزي. نديرو الفوي تاعنا ونحطوهم يتخبطوا مدة 10 دقائق هكذاك ولا 15 دقيقة حتى تشوفوا الخليط ولا ابيض وطلع وتنفخ ودار الباك دوازو ولا منقار العصفور، تما تعرفوا الكيفية تاعكم ناجحة. نروحوا للفارينة، هنا عندنا 120 غرام فارينة. نديرو لها مغرفة تاع لافاني، قرصة تاع الملح ونص مغرفة صغيرة تاع خميرة الحلوى. الفارينة هنايا تقدروا تعبروا بالكاس، ديروا كاس ومغرفة كبيرة، كاس ومغرفة كبيرة تاع العشاء. نخلطوا هنايا كلش في لافارين كيما راكم تشوفوا. من بعد نجيبوا الباسوار ولا الصفايه، لازم نصفوا الخليط تاعنا باش يجيكم مهوي. هنا نديروا على 3 خطرات ولا 3 مراحل. نصفوا المره الاولى ونخلطوا من التحت للفوق هكذا باش ما يحبط لكمش الخليط ويقعد مفخفخ. نزيدوا دوزيام فوا كيما راكم تشوفوا ونخلطوه من تحت للفوق، ونزيدوا الخليط كامل نحطوه المره الثالثه ونخلطوه كيف كيف من تحت للفوق حتى تحصلوا على هاد لاباط ولا هاد العجينه تاع لا جينواز اللي راكم تشوفوا فيها، تخرج لكم هايله. من بعد نروحوا للسنيوه تاعنا. هنا سنيوه درت 30 على 25 يعني تاع الرطل، 30 على 25. حبيتوا ديروا كتر ضعفوا ولا ديروا سنيوه تاع كيلو ضعفوا المقادير. نيطاليوها مليح هذيك لاباط تاعنا في السنيوه ونسويوها مليح من الفوق، نسقموها هكذا باش يطيب لكم الشباب. نسخنوا الفور تاعنا 10 دقائق من قبل على 150 درجه، ما لازمش تقويو للفوق، تخلوه ابتي فو. نحطوه واحد 7 دقائق يكون ديجا تحمر لكم ديجا من الفوق، ما يطولش، لازم تقعدوا قدامه وهو يطيب باش ما تخطفه لكمش النار ولا غري تكون في الوسط. هنايا شفتوا كيفاش طاب معايا، دا اون بيل دورور، جا حمر هايل. نروحو وهو سخون، لازم ما نخلوهش يبرد. نحوه من السنيوه، نقلبوه في بابي كويسون واحد اخر ولا طرشون يكون كبير شويه. نحولو البابي كويسون التحتاني، نروحو معاه غير بالعقل باش ما يفسد لكمش. من بعد كي تنحوه نروحو نسخنو لا جولي ولا الناباج تاعنا. انا حبيت ندير لا جولي كيما الوصفه تاع البولونجي تاع زمان كان يديرها بلا جولي. ندفيوها برك، ما لازمش تغلي معانا، وندهنو كامل السطح تاع البسكوي غولي. نتوما حبيتو ديروا لا كونفيتور تاع لابريكو ولا تاع لي فريز ولا كيما تحبوا ولا شوكولا كيما تحبوا نتوما. زينوا البسكوي تاعكم بلا فاصون اللي تحبوها نتوما. انا المهم عطيت لكم لا باز، هاد الوصفه هي لا باز تاع البسكوي غولي، وان شاء الله تنجح لكم وتنجحوا فيها. هنا بديت نرولي فيه غير بالعقل، لازم تسيسوه باسكو هو سخون. نروحو نمشو مع البابي كويسون حتى يترولا لنا ونزيرو، ما لازمش يكون مرخوف هكا باش يجيكم لداخل هذيك الحلزون ولا الشكل الحلزوني. نحطوه في الثلاجه على الاقل ساعه، ومن بعد نقدروا نجبدوه ونزينوه كيما نحبوا. هنا بعد ما خرجته من الثلاجه شوفوا كيفاش جا الشكل تاعو، جا بزاف شباب وخفيف وهشيش ومفخفخ. كان تشوفوا يفكركم في بكري كيما كانوا يديروا العراس مع بسكوي غولي مع كاس غازوز. عبالي بلي حتى تفكروها معايا. هنا نرشوهم مليح بالسكر كلاصي، يحب سكر كلاصي باش يجيكم بنين والشكل تاعو يجي شباب. ونبداو نقطعوه فيه، شوفوا كيفاش جا هايل، جا ما شاء الله. جربوا الوصفه ان شاء الله تنجح لكم ويعجبكم وتدعوا لي دعاوي الخير. من بعد انا حطيته في لي كيسات، نتوما كيما تحبوا تحطوه في لي كيسات ديروه. هكذا تحبوا تهدوه لصحاباتكم ولا كي تروحوا تزوروا كاش عائله تدوه في يدكم ولا ديروه ليكم ولولادكم، وعلاش لا هكذا تفشوا به روحكم شويه. هذا هو البسكوي غولي تاعنا، شوفوا شحال جا شباب ويبان جبتو من عند البولونجي. جربوا الوصفه ان شاء الله تنجح لكم، وان شاء الله في فيديو قادم باذن الله. وفي الاخر نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.